دلوقتي في الشراء يا بشتري من مطور يا بشتري من شخص في عادة البيع او السكندري ماركت او الريسيل. النهارده لو رايح اشتري من شخص، ازاي اضمن ان هو صاحب الوحده واضمن ان ده مش بينصب عليا او كده؟ تمام. لازم طبعا اول حاجه تعملها انك تطلع على المستندات اللي بنسميها التسلسل الملكيه. المفروض النهارده انت بتشتري ريسيل، فالوحده موجوده وليها اوراق وليها رخصه وليها مالك. فاول حاجه لازم اعملها ان انا اتاكد ان الشخص اللي انا بشتري منه هو فعلا اللي بيمتلك الوحده. ولو بيشتري او انا بشتري من الشخص ده كان بيشتري من حد تاني، فلازم اجيب تسلسل الملكيه لحد ما اوصل لاول واحد والراجل اللي بيبيع لي دلوقتي. فمهم جدا ان انا اطلع على المستندات واتاكد من صحتها. يعني ممكن النهارده يجي يقول لك والله اتفضل ادي صوره العقد، مش كافي، لا انا عايز اشوف العقد، عايز اروح اتاكد من الجهه اللي متسجل فيها. او لو النهارده مشتري مع مطور معين فاروح عند المطور اشوف الوحده دي متسجله باسم مين. النهارده في البروسيس بتاعت البيع في عمليه ريسيل بيبقى في عقد عربون او ديبوزيت، وبعد كده عقد او تنازل في الشركه او فنقدر نقول ايه الاجراءات بتاعت البيع لو انا بشتري من شخص؟ لو انت بتشتري من شخص، اول حاجه عايز تعملها انك تروح تتاكد من تسلسل الملكيه زي ما قلنا. تاني حاجه عايز تتاكد ان الوحده ما عليهاش مخالفات وما عليهاش ضرائب وما عليهاش صيانه متاخره. تعال ناخدهم واحده واحده. مخالفات النهارده من ضمن القوانين المنظمه للموضوع بتاع العقارات هي قوانين البناء. ان انا النهارده باني، دايما يقول لك ده باني مخالف، ده عليه مخالفه، ده باني دور زياده. طيب انا النهارده لازم وانا بشتري اتاكد ان المبنى بتاعي مش مخالف. اتاكد من ده ازاي؟ المحامي بيطلع على الرخصه وبينزل الحي بيجي يعمل المعاينه دي بتقول لك فعلا انت المفروض طالع لك ارضي واول وتاني. طب انت راجل باني دور تالت، طب دي موقفها ايه؟ ما لو انت النهارده ما حلتش المشكله دي، بكره هتيجي الجهاز او الحي هينزل عليك انت مخالفه، انت اللي اشتريت. فدي اول حاجه لازم تعملها، تتاكد ان مفيش مخالفات على المبنى. وده دايما بتقدر تروح تعمله عن طريق انك تسال في الجهه المختصه، يقول لك المبنى ده او قطعه الارض دي عليها مخالفات ولا لا. ملك الشخص عليه مخالفات ولا لا؟ ملك الشخص. انت ممكن الشخص يكون بيشتري من الشركه هي اللي عليها مخالفه، تيجي انت بعد كده تاخد اجراء يقول لك لا الشركه كل عليها لازم تروح تحل المشكله مع الشركه. فانت دي حاجه لازم تبقى عارفها. الحاجه الثانيه لو في مثلا صيانه متاخره، فبتروح للمطور لازم تتاكد منه انا عايز موقف الوحده دي عامله ازاي، او تطلب من الراجل اللي انت تشتري منه يجيب لك شهاده بتفيد ان ما عليهاش اي تاخيرات. لان انت ممكن تروح تشتري وحده وتيجي ياخد من المطور فاينانشال ستيتمنت، ففي الاخر فاينانشال. طبعا عادة الإجراءات اللي بتتم وأنا بشتري من محمد مثلا إن أنا بروح أديله عربون، وبعد كده العربون ده فيه شروط جزائية، وبعد كده بنروح الشركة نعمل التنازل والكلام من ده. إيه الفرق بين وعد العربون والعقد الابتدائي والعقد النهائي؟ يعني إيه الفرق بين العقود في عملية بيع الشراء الريسيل؟ بص، العربون والوعد بالبيع دي أنواع عقود أنا بعملها عقد مؤقت لفترة معينة. الهدف منه ان انا بعمل داون بيمنت او عربون عشان انا بتعهد ان انا هكمل الدفعات وهعمل معاك عقد خلال فترة معينة. فانا بقول لك انا بحجز الوحدة دي، لو سمحت ما تبيعهاش لحد تاني، ده وعد بالبيع. فانا هبيع لك الوحدة او هشتريها منك خلال فترة معينة. طبعا وعد بالبيع بيطلع من المالك، بيوعد الطرف التاني ان انا هبيع لك بروفايدد ان انت سبت لي المبلغ ده وهتيجي تشتري مني خلال فترة معينة. لو ما جيتش المبلغ ده هيروح عليك. والعربون عربون من المشتري للبائع، بيقول له انا كاثبات جديه ده عربون، لو سمحت اعمل هولد على الوحده دي، اديني بس لحد اخر الشهر وهاجي اعمل معاك عقد ونعمل البيمنت كامل. فاسمه عربون او وعد بالبيع، الاثنين واحد بالظبط. عربون للي بيدفع اللي هو المشتري، وعد بالبيع للي بيبيع بيوعد الطرف الثاني ان انا حجزت لك الوحده دي. الاثنين نفس الهدف مع اختلاف المسميات. والعقد الابتدائي ممكن يبقى بيني وبينك عقد ابتدائي؟ طبعا دي بقى الخطوة الأساسية. بعد ما أنا حجزت الوحدة، بعد ما أنت وعدتني تبيع الوحدة، الخطوة الثانية إن إحنا نعمل عقد ابتدائي. عقد ابتدائي هو اسمه ابتدائي لأن هو غير ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل الثمن، بيبقى مشروط على سداد كامل الثمن. فباجي أقول النهاردة كل المواصفات اللي أنا عايز أقولها عن الوحدة ومساحتها والتشطيب والبيمنت تيرمز اللي اقساط عاملة إزاي وحالات الفسخ، كل حاجة باجي أقول بعد تمام سداد المبلغ بالكامل العقد ده هيتحول إلى عقد نهائي قابل وناقل للملكية. وأنا هروح معاك الشهر العقاري أو هفوض حد يروح معاك الشهر العقاري أو هديك مستندات أنت تروح بيها الشهر العقاري تقدر تسجل الوحدة بتاعتك. طبعا كل ده provided إن أصلا الوحدة والعقار مسجلين عند الشهر العقاري فهتقدر تسجل.